طعن أصحاب مخبز بلدنا بسبب سندوتش اتقدم لزبون من 4 سنين وكان فيه حاجة غلط. ايه اللي بيحصل؟ في محل من المحلات العربية الشهيرة اللطيفة جدا في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي، المدينة اللي فيها أغلبية من الإخوة الفلسطينيين والكثير من العرب والكثير من المحلات الجميلة والجو الشاعري اللطيف جدا هناك. في زبون راح المحل كان اشترى سندوتش من 4 سنين، والزبون بيقول ان السندوتش دوت كان محطوط فيه بالغلط بتنجان مكان بيض، وهو عنده حساسية من البتنجان والموضوع دوت أزعجه جدا. أصحاب المخبز اللي هم عابد أسعد ومحمد أسعد عرضوا عليه كل حاجة ممكنة، قالوا له يا عم خد فلوس السندوتش اهي، طب خد سندوتش تاني مكانه، طب اللي انت عايزه عايز ايه، وهو الراجل راكب دماغه. في الآخر مسك سكينة موجودة في المخبز بيفتحوا بيها الكراتين وطعن محمد في صدره وجرح ايد عابد. الاتنين اتنقلوا للمستشفى سريعا، والحمد لله وضع محمد مستقر ودلوقتي بيتلقى العلاج وان شاء الله هيبقى كويس. وتم علاج عابد والدنيا مقلوبة في باترسون عشان يلاقوا الشخص اللي عمل القصة ديت. حتى عمدة المدينة أندريا صايغ اتكلم عن الموضوع وقال ان المدينة بتتعاون بشكل كبير مع الشرطة عشان يلاقوا الجاني. ربنا يسلم الجميع. في حاجات غريبة بتحصل اليومين دول. شاركونا برأيكم عن الموضوع. تحياتنا للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.